السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. جولتي معاكم كل يوم داخل معرض الكتاب الدولي. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا سعيده جدا ان انا كنت في المعرض. انا عايزه اقول لكم على كميه الناس اللي كانت موجوده في اليوم ده. ده مكان الشباك التذاكر. انا عايزه اقول لكم ان كان زحمه جدا المعرض الكتاب، رغم الحاله اللي احنا فيها، اللي بتمر بالعالم كله، الازمه الاقتصاديه وغلاء في كل حاجة. إلا ما شاء الله المعرض كان مليان على آخره في اليوم دوت. داخل المعرض الكتاب ده كده بيخلينا ان احنا عندنا وعي بالكتاب وعندنا بالثقافة. يعني الناس كلها كانت حريصة. انا عايزة اقول لكم ان ده داخل كده المعرض زي ما انتم شايفين، الناس كانت كتير جدا. كل الناس كانت واخدة اولادها، وكل الناس واخدة اصدقائها، وكانوا عاملين جو جميل جدا داخل المعرض الكتاب. انا دخلت المعرض طبعا اماكن كتيرة جدا داخل المعرض، بس انا صورت لكم يعني بعض الاماكن كده، زي سور الأزبكية، زي مثلا الأزهر الشريف بكل اللي فيه. طبعا وزارة الدفاع برضو كانت ليها دور جميل جدا برضو في العرض داخل المعرض. كمان كان السعودية. أنا عايزة أقول لكم إن دول كتيرة كانت مشاركة في المعرض ده، زي الجزائر والإمارات، طبعا زي كل العادة. طبعا كل الدول العربية كانت موجودة داخل المعرض الكتاب بكل تقنياتهم وبكل كتابهم وبكل مؤلفينهم. انا عايزه اوريكم تستمتعوا معايا بالمكان. زي ما انتم شايفين كده الناس فعلا كانت زحمه جدا داخل المعرض، واستمتعوا معانا داخل المعرض زي ما انا مستمتعه كده. انا عايزه اقول لكم ان وزاره الدفاع كانت عامله آه، اشياء مجسمه وبانوراما جوه يعني بصوا، انا كنت منبهره فعلا جدا داخل معرض الكتاب بالحاجات المجسمه والبانوراما واستعراض الجيش بتاعنا المصري طبعا بكل انجازاته وبكل بطولاته. انا عايزه اقول لكم ان الناس فعلا كانت واقفه بتتصور. كان جنب التمثال الجيش، وجنب الأعلام، وجنب الكتاب تحيا مصر. يعني دي البانوراما زي ما انتم شايفين، الناس واقفة بيستمتعوا، وناس واقفة بتتفرج، وناس واقفة بتتصور. يعني أنا عايزة أقول لكم إن المكان جميل فعلا. غير كمان وزارة الداخلية كمان زي ما انتم شايفين كده برضو كانت عاملة برضو حاجات جميلة كده برضو، والناس برضو دخلت واتفرجت على الحاجات اللي معروضة برضو داخل المعرض زي ما انتم شايفين كده. وكمان كان في برضو المملكة العربية الأردنية الهاشمية زي ما انتم شايفين برضو كانت حاطة صور، حاطة كمان كانت عاملة بانوراما جوه. وكان المكان جميل برضو زي ما انتم شايفين. برضو الناس كانت بتتفرج على بعض الكتب والصور اللي معروضة، وكمان كانوا بيتصوروا داخل المملكة.
انا عايزه اقول لكم برضو ان الرقابه الاداريه، انا كده واقفه قدام الرقابه الاداريه، برضو كان ليها دور هناك، برضو كان في استطلاع للراي داخل المعرض. انك ممكن تقول ان الرقابه بتأدي دورها ما بتأديش دورها. يعني كان في كمان استطلاع للراي في المعرض، وزي ما انتم شايفين كده برضو الناس كانت واقفه وبتقول رأيها. كل ده أجهزة داخل الرقابة بتقول استطلاع الرأي عن الرقابة الإدارية. زي ما انتوا شايفين كده ده جهاز بتدوس عليه بنعم أو لا، يعني بتقول رأيك. انا عايزه اقول لكم ان ده كده الازهر الشريف، الجناح بتاعه ده ركن الفتوى. كان في ناس عندها لو عايزه تطلب مشوره او تطلب راي من الازهر الشريف كان بيخش. الريليجي بيقول ايه؟ الشرق اذا لجا الى الوسائل الماديه التي يتخذها الغرب. انا عايزه اقول لكم ان كان داخل البانوراما كان في شيخ من الازهر كان عامل لقاء جوه. الناس كانت قاعده بتستمتع وبتسمع اللقاء مع فضيلة الشيخ. طبعا انا سجلت حبة لانها كانت طويلة جدا. اوكرانيا في حلف الله وده على الحدود ده امن قومي. كمان كان في متحف المحفوظات جوه، وبعض الكتب النادرة اللي كانت موجودة داخل المعرض زي ما حضراتكم شايفين كده. كان في حاجات نادرة جدا وكتب نادرة فعلا كانت موجودة داخل المعرض زي ما انتوا شايفين كده. انا برضو صورت لكم من داخل متحف المحفوظات جوه في المعرض. الاستاذه اسماء محمد حسن خضر، التوجه الى ماده قاعده الاهميه. الاستاذه اسماء محمد
انا عايزه اقول لكم ان فعلا ان ركن الازهر او جناح الازهر كان كله كنوز، مش كنز واحد، كان كنوز وفي ترميمات. يعني كان في كتب نادرة فعلا جدا وهم مرممينها. ده الركن كان الخاص بيها. وكمان دخلنا آه زي ما انتوا شايفين دي كانت حاجات نادرة ومرممينها. ودي كانت بقى الأعمال الفنية لبعض يعني لوحات فنية من طلبة الأزهر. وكانوا عاملين حمام الحمى اللي حمى الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبي بكر. دي قطع الرسومات كلها اللي كانت موجودة. والطلبة دي أعمالهم. وكمان كانوا مجسمين الكعبة ببئر زمزم. أنا عايزة أقول لكم فعلا إن المكان كان تحفة. والأعمال الطلبة ما شاء الله عليهم طلبة الأزهر أعمالهم زي ما انتوا شايفين كده بتتكلم لوحدها. زي ما انتوا شايفين كده دي كانت بعض الأعمال زي ما أنا وريتها لكم. دي أعمال فنية ومجسمين الكعبة. انا عايزه اقول لكم كمان ما شاء الله كان في رجل الاطفال كانوا قاعدين برضو بيستمتعوا وبيلعبوا. وكان بيديلهم حاجات يلونوها كورشة عمل كده كانت موجودة وبيعلموهم حاجات داخل المعرض. الفترة اللي هم كانوا قاعدين فيها أنا عايزة أقول لكم فعلا الأماكن كانت تاريخية. الأزهر كان عارض كل حاجته ما شاء الله عليها. كانت جميلة فعلا. وكان أجمل حاجة دخلتها داخل المعرض كانت الأزهر الشريف بالأخص. يعني هو ما شاء الله المكان كله كان جامد. بس كان الأزهر منبهر بحاجته وبكل الحاجة اللي كانت معروضة داخل المعرض. وطبعا استحالة ان انا اكون موجودة في المعرض وما زورش كمان الجناح السعودي. المملكة العربية السعودية برضو كانت منفردة برضو بكل حاجاتها برضو. وكانت برضو كان في اشياء نادرة برضو موجودة. انا عايزة اقول لكم ان انا من كمية الناس انا ما كنتش عارفة اصور. زي ما انتم شايفين كده الناس كتير كانت واقفة والناس كانت بتتفرج على المعروضات اللي كانت موجودة. وكمان الكتب النادرة اللي كانت موجودة في المعرض الكتاب. انا عايزه اقول لكم ان الناس كانت كتير جدا في كل مكان كان زحمه داخل المعرض. ودي بعض الكتب اللي كانت موجوده برضو. دي حاجات نادره برضو السعوديه كانت حطاها. المكان فعلا كله كان جميل. دي اهم الحاجات اللي انا دخلتها داخل المعرض. وزي ما انتم شايفين برضو ان السعوديه برضو كانت عامله بانوراما. زي ما انتم شايفين كده المكان كان جامد وتحفه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان المعرض كله كان جامد وتحفه. بس انا يعني حبيت اصور اهم الاماكن اللي كانت موجوده داخل المعرض. طبعا انا استحاله ان انا اكون في السعوديه ما اخدش كتاب من هناك. واحنا قاعدين في ناس كانوا بيفرقوا الرسائل وطبعا حسب الرساله اللي تطلع لك. ودي كانت جولتي معاكم اليوم داخل معرض الكتاب. طبعا احنا دخلنا من اول النهار واستمتعنا. وعلى ما دخلنا طبعا الفيديو ده قصير جدا ما يجيش حاجة من اللي احنا شفناها داخل المعرض. بس انا حبيت اوريكم اهم الاماكن بس. وكلها كانت مهمة. بس انا الاماكن اللي كانت مهمة بالنسبة لي انا واللي حبيت اقتني بيها واللي حبيت ان انا اصورها.
انا عايزه اقول لكم فعلا ان الناس كانت مستمتعه، وزي ما انتم شايفين الناس كانت بتروح لان ده كان ميعاد الخروج خلاص. فاحنا طبعا الميعاد كان من 9 ل9 بالليل. فاحنا يعني رحنا بدري وعملنا جولتنا زي ما انتم شفتوا، وشفتوا الزحام اللي احنا كنا فيه. داخل معرض الكتاب، انا عايزه اقول لكم فعلا ان انا كنت منبهره بكل شيء كان موجود داخل المعرض زي ما انتم شفتوا كده، وكل حاجه كانت جميله، وما كانش فيه ملل ولا كان اي حاجه خالص داخل المعرض. ويا رب جوله اليوم تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.